السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا مصطفى محمد ودي قناه شادو كودينج، وباذن الله في الفيديو ده هنتكلم على شادو فورم هاندلر. ايوه، هي دي المكتبه اللي احنا بنيناها، وهنعرف ازاي المكتبه دي ممكن تفيد المبرمجين وتوفر عليهم شغل كتير جدا. هنعرف ازاي نستخدم الباكج دي او المكتبه دي، وازاي نعمل لها انستول، وكمان ايه الفيتشرز اللي موجوده فيها، وهنعمل اكزامبلز كتيره جدا ان شاء الله بالمكتبه دي عشان نشوف حجم الحاجات اللي بتهندلها المكتبه دي وبتوفر علينا وقت ومجهود قد ايه. فمن غير رغي كتير، كل ده هتعرفه ان شاء الله، ولكن بعد الانترو. انزل بالانترو يا درشو. فجهز قهوتك ووريني ضحكتك ويلا نبدأ الفيديو. اول حاجه يا صديقي، زي ما انت شايف كده، دي الريبوزيتوري بتاع الباكج بتاعتنا. اسمها شادو فورم هاندلر، مصطفى شادو 1 سلاش شادو فورم هاندلر. هتلاقيها على جيت هاب ان شاء الله، تلاقيني نسيب لك برضك اللينك بتاعها في الديسكربشن. ودي المكتبه على الام بي ام باكج مانجر، تقدر تعمل لها انستول. والحمد لله في وقت تصوير الحلقه دي اصلا المكتبه ده ريليز امبارح بس. زي ما انت شايف كده حملت 115 مره الحمد لله يعني. فدي المكتبه بتاعتنا، ولو دخلت على ام بي ام باكج مانجر وبحثت بشادو فورم هاندلر هتلاقي المكتبه بتاعتنا زي ما انت شايف كده. وهتلاقي كل حاجه زي ما انت شايف، وكل حاجه زي الفل. فاحنا دلوقتي خلينا في الريبوزيتوري بتاعه الجيت هاب. زي ما انت شايف ده الكود، لو انت عايز تكونتريبيوشن فيه وتفهم الدنيا ماشيه ازاي، ان شاء الله هتلاقيني برضو كسب لك في فايل الريد مي ازاي تعمل كونتريبيوشن فيها يعني. عشان كده كده احنا عايزين نطور المكتبه دي، وباذن الله نخليها بتناسب كل الناس. فانت ان شاء الله بعد الفيديو ده لو لقيت انك محتاج حاجه في المكتبه دي فيتشر زياده ابقى عرفنا، وان شاء الله اللي انا هضيفها في التحديثات اللي جايه باذن الله. فقول لي اللي انت عايزه كده، وباذن الله الدنيا تبقى تمام معاك. اول حاجه خالص بيقول لك شادو فورم هاندلر عباره عن التيميت تول كيت بتساعدني ان انا اعمل هاندلنج وفاليديشن للفورم بتاعتي. وبتتميز المكتبه بتاعتنا اللي هي خفيفه الحجم، وبتخليني اعمل حاجات كتيره جدا بمينيمال كود. يعني ايه مينيمال كود؟ يعني كود بسيط جدا ولكن بيعمل حاجات كتيره جدا. تمام، ده طبعا الكود بتاعنا مش محتاجينه. ده اللي اسم المكتبه بيقول لك اوفر فيو عنها اللي انا قلت لك عليه من شويه، اللي هي لو انت بيلد سمبل فورم او كومبلكس، يعني سمبل فورم ولا كومبلكس فورم فيها مالتي بروسيسنج، المكتبه دي ان شاء الله هتبقى مفيده ليك جدا. فده الكي فيتشرز الخاصه بالمكتبه. اول حاجه خالص دايناميك فيلد مانجمنت، اللي انا بقدر اتحكم في الانبوت بتاعي. اقدر ان انا اعدل الانبوت ده في مرحله الران تايم، اقدر ان انا امسح الانبوت ده، اقدر ان انا اضيف انبوت تاني. ولكن الانبوت اللي بيتضاف ده كمان في الفيتشر بتاعه الايرور فاليديشن او الريجستريشن اللي انا هعمله للانبوت، وهنفهم الموضوع ده. يعني كمان الفيلد اللي انا بضيفه ده بضيفه بالايرورز بتاعته، وكمان مكانه فين بالظبط. يعني في ميثود اسمها بوزيشن. تعال نبص كده على الفانكشن اللي بتاد فيلد سريعا كده. طبعا الدوكيومنتيشن سهله زي ما انت شايف كده، وكل حاجه تمام. فانا هاجي هنا الفانكشن اللي بتاد فيلد اللي هي دي كده، لو هتبص عليها في الدوكيومنتيشن هتلاقيها بتاخد حاجه اسمها بوزيشن. البوزيشن ده زي ما انت شايف كده بتاخد كام حاجه. لتوب، توب دي معناها ان هو هيبقى فوق خالص. لا بوتوم هيبقى تحت خالص. لا اما نمبر. النمبر ده معناه ايه؟ ان انت بتباصي مكان الانبوت اللي انت هتبصه ده، الانبوت فيلد. تمام، طبعا دي بقيه البارامترز اللي هي بتاخدها، وديسيبلد اي دي والحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عليها تاني. فتعالى نرجع تاني نشوف موضوع بقى ايه. احنا قلنا الديناميك فيلد، نتكلم على الفليكسبل فاليديشن. عندنا نوعين من الفاليديشن. عندك سكيما فاليديشن وعندك كاستم فاليديشن. السكيما فاليديشن فيها مجموعه من الفاليديشنز ان شاء الله هنتعرف عليها. دي بيلت ان فاليديتورز هتساعدك انك تعمل حاجات من غير ما تكتب بايدك. زي ايه مثلا؟ تعال نبص هنا سريعا في الدوكيومنتيشن. عندنا هنا لو نزلت تحت شويه هتلاقي حاجه اسمها بيقول لك بيلت ان فاليديتور رولز. الباكج دي بتحتوي على مجموعه من الفاليديشن رولز زي ما انت شايف كده. عندي مثلا زي ريكواير، زي مين لينث، زي ماكس لينث، زي الباترن، زي الايميل، وهكذا. تمام، قدام ان شاء الله هنضيف برضك مجموعه من البيلت ان فاليديشنز ثانيه على حسب احتياجك انت ان شاء الله. فخلينا نقول مثلا لو انا هكتب استخدم الميثود اللي اسمها ريكوير دي. فمجرد ما استخدم ريكوير دي انا مش هعمل اي حاجه تانية. ممكن كمان هو هيعرف لي الفيلد دي ريكويرد ولا لا، ولو مش ريكويرد هيطلع لي الايرور. والايرور ده ممكن يبقى ران تايم ولا اما بعمل سبميت، لسه هنعرف الموضوع ده. وهنا زي ما انت شايف كده بيقول لك بتباصي المسج في اوريدي مسج ديفولت، عشان لو المبرمج ما عندوش القدره او مش عايز يكتب مسج في مسج ديفولت اللي هي دي this field is required. في حاله ان المبرمج ما بصاش مسج، الريكوايرد مسج دي هتطلع. طب لو هو بص المسج على حسب احتياجه خلاص، اتس بيس اوف كيك، الموضوع اتحل يعني. برضو المين لينث بتاخد هنا اللينث اللي هو اللي انت عايز الفيلد ده يكون ايه، يعني عدد الحروف بتاعته قد ايه. وهنا المسج لو ده مش بيفالid.
وهكذا اللي هتعرض اللي هي الايرور مسج، وبرضك الماكس لينكس والباترن. هنا لو انت عايز تعمل باترن لانبوت معين، وليكن مثلا الباسورد عايز تعمل له باترن معين، فهنا بدل ما تعمل انت تجيب الفيلد تاني وتروح تعمل كل حاجه من اول وجديد، لا احنا بنوفر عليك الكلام ده كله. تستخدم الباترن ميثود، وبعد كده هتبص الريجكس اللي هو اللي انت عايزه الباترن اللي هيمشي عليه، والمسج لو مش بيفاليديت. يعني ده لو بفولس هيطلع لي المسج دي يقول له الباترن ده مش مظبوط. وهنا برضو بيقول لك البارامتر ده عباره عن ايه، بتوضح لك كل حاجه في الدوكيومنتيشن زي ما انت شايف كده عشان كل حاجه تبقى سهله. وبرضو موضوع الايميل زي ما انت شايف كده بكل اللي انت محتاجه في باترن للايميل جلوبال احنا عاملينه عندنا. كل اللي انت محتاج تعمله هتباصي الميثود اللي اسمها ايميل، وهو هيهندل كل ده لوحده، وتباصي المسج اللي انت عايزها او لا. تمام. ولو مش عايز تستخدم الايميل الجلوبال بتاعنا، ممكن تستخدم برضو الباترن دي وتباصي الريجكس كود اللي انت عايزه، وكل حاجه تبقى زي الفل. فتعالى كده نرجع تاني للكود بتاعنا. طبعا احنا ان شاء الله هناخد اكزامبلز كتيره توضح لنا الفكره دي، بس كل حاجه تبقى من الدوكيومنتيشن عشان اعودك انك تبص على الدوكيومنتيشن ان شاء الله، سواء في الباكج دي او في الباكجز الثانيه، واقول لك اهميه الدوكيومنتيشن بتاعتنا وقد ايه هي سهله وجميله ان شاء الله، ومش محتاجه صعوبه اصلا، أو يعني مش محتاجه اي مجهود منك. تمام. فهنا خلصنا موضوع الفاليديشن، وان احنا عندنا طريقتين. عرضنا السكيم بيزد فاليديشن، وتاني حاجه الكاستم فاليديشن. في حاله ان انا عايز كاستم فاليديشن خاص بيا انا، مش محتاج ان انا اروح بعد كده امسك الفورم بقى بالجافا سكريبت فانيلا جافا سكريبت، وبعد كده امسك الانبوتس واجيب الفاليو بتاعتها، ويبقى بزود انستراكشنز فوق الباكج كمان اللي انا محملها. لا مش محتاج تعمل الكلام ده كله. هيبقى عندنا اري هتبص فيها الفاليديت، دي فانكشن ان برضو موجوده عندنا، بتبص لها وبتبص المسج وهي بتعمل كل حاجه. هوري لك برضو الموضوع ده ان شاء الله واحنا بنيجي نكريت كود. تمام. تمام. نيجي بقى لموضوع الايرور هاندلنج. احنا عندنا بيلت ايرور ديسبلاي، وكمان تقدر تتحكم في الايرور هاندلنج دي، وان شاء الله برضو اقول لك معناها ايه قدام. عندنا في الايفنت مانجمنت عندنا بعض الايفنتس، لو انت محتاج تضيف ايفنت معينه على انبوت معين، مش محتاج برضو تستخدم حاجه بايدك، انت تروح تستخدم ميثود بتاعتنا جوه المكتبه ان شاء الله نستخدمها مع بعض، هتساعدك في الموضوع ده انك تضيف ليسنر على الايفنت اللي انت عايزه. عندنا الهوك سيستم، عندنا بعض الهوكس، وان شاء الله قدام هنقدر ان احنا نضيف هوكس اكتر. الهوكس دي بكل بساطه بتسمح لنا ان احنا نكنترول الاستراكشر، او نكنترول الفورم كلها من قبل. اول حاجه عندنا 3 هوك، لحد دلوقتي يعني 3 هوك. اول هوك خالص اللي هو بيفور فاليديت، وده من اسمه بيقول لك ان قبل اصلا ما تفاليديت اي حاجه. تعال ننزل بس الهوك كده وانا بكلمك عشان تبقى شايف على الشاشه ايه اللي بيحصل. ده البلت ان فاليديتور عندي هنا. الميثود اللي اسمها اد هوك دي ميثود انت بتستخدمها فورم هاندلر، بتجيبها من الفورم هاندلر كلاس بتاعنا بعد ما بتعمله انستنس طبعا. وهنا بيقول لك بيفور فاليديت، ده اللي انا قصدي عليها، بترجع لك ايه الفيلدز بتاعتي قبل ما تتعمل لها فاليديت. عايز بقى تعمل فيها اللي انت عايزه براحتك. انا هنا في الاكزامبل ده معرضها بس في الكونسول. افتر فاليديت، بعد ما الفاليديت بعد ما الفيلدز بتاعتك دي او الانبوت فيلدز بتاعتك دي يتم تعدي من الفاليديت، محتاج تمسك الفيلدز بتاعتك براحتك. هتلاقي برضو تقدر تمسك الفيلد زي ما انت عايز. طب وانا بغير انبوت معين، انا عايز اكنترول الانبوت ده، تمام، وكنترول الفيلدز الثانيه، افرض انا عايز اعمل كده، فعندي فانكشن اللي اسمها اون فاليو تشينج، دي برضو هوك تقدر اللي انت تعمل له اد زي ما انت شايف كده، بيبعت لك الفيلد اللي هو بيتغير دلوقتي حالا وانت بتكتب بتغير الفيلد، وكمان الفيلدز المختلفه عشان لو انت محتاج تعمل اي حاجه. فان شاء الله الموضوع سهل وبسيط جدا ومفيش اي مشكله. هنا زي ما انت شايف كده دي اد كاستم ايفن listener اللي انا كنت بقول لك عليها. لو انت عايز تضيف ايفن listener بتبعت لي الاي دي اللي انت عايز تضيف عليه اللي هو بتاع الانبوت، والليسن او الايفنت اللي انت عايز تضيفها، وبياخد كول باك فانكشن بيطلع لك الحاجه، كل حاجه زي الفل. مع كده ما عنديش مشكله. طيب كده اتكلمنا برضك على الهوك سيستم. نيجي بقى للمالتيبل فاليديشن مودز. انا دلوقتي عندي اكتر من مود للفاليديشن بتاعتي، عندي مودين بالتحديد كمان. عندي الفاليديت العادي اللي هو ما بيسبمت بيطلع له الايرور ويقول له والله انت عندك انبوت 1 2 3 4 مش بيفاليديت، فمحتاج اللي انت تعيدهم تاني او تخليهم بيفاليديتوا. او ران تايم ايرور، واليوزر اصلا بيكتب الفيلد، مثلا لو هو يوزر نيم بيكتب اليوزر نيم. عندي امكانيه اللي انا عن طريق المود ده اللي انا بعمل ست مود وبباصي الران تايم. كلمه ران تايم دي كلمه هو بياخدها منك في حاله انك محتاج الايرورز دي تبقى ران تايم. طب لو انا اصلا ما بصيتش الفانكشن دي، تعالى برضو نبص على الميثود دي سريعا كده بتاعتي اللي اسمها ران تايم. هنلاقيها هنا ان شاء الله. سيت مود زي ما انت شايف كده، بقول له سيت مود ران تايم. في حاله ان انا ما بصيتش الميثود دي اصلا ايه اللي ممكن يحصل؟
مش هيحصل اي حاجه، هيبقى الفاليديت او الايرورز بتظهر بعد ما بدوس سبميت وبيعمل لي الموضوع ده. طب لو انا بصيت هنا بتاخد ايه، ران تايم وديفولت زي ما انت شايف كده. لو انا ما بصيتش حاجه، هي اوريدي الديفولت بتاعها ديفولت، فمش محتاج تعمل الموضوع ده. الموضوع سهل جدا. تمام. نيجي بقى تاني لموضوع الاسynchronous فاليديشن. المكتبه بتاعتي بتتحكم في موضوع الاسynchronous فاليديشن او الحاجات اللي جايه من السيرفر. تخيل معايا اللي انا عندي مثلا يوزر نيم، محتاج ان هو بيكتب اليوزر نيم بتاعي كل مره. لو انا مثلا عامل الران تايم، الايرور ران تايم تظهر له، وهو كل ما بيجي يكتب يوزر نيم جديد، بدل ما يملي الليسته كلها بتاعه الفورم بتاعتي ويبعت سبميت ومثلا يقول له اليوزر نيم ده موجود قبل كده، لا، ما فيش الكلام ده دلوقتي. انت ممكن عن طريق بتهندل الاسynchronous فاليديشن بكل بساطه عن طريق الكاستم فاليديتور، والموضوع بيبقى بسيط جدا. وهو بيهندل لك الكلام ده كله، مش محتاج ان انت ايه كل شويه بقى يروح يكتب الباسورد من اول وجديد عشان اليوزر نيم مش بيمات، اليوزر نيم مش يونيك، وحاجات كتير ان شاء الله هنتكلم عليها برضو في الفيديو ده. وعندي حاجه كمان بقى مهمه جدا، الديبندنت فيلد فاليديشن. ممكن يكون في انبوت معتمد على انبوت تاني، وما الانبوت التاني ده يتغير، الانبوت ده يحصل فيه تشينج، زي مثلا الباسورد والكونفirmation باسورد. الباسورد بيتغير، المفروض الكونفirmation باسورد يبقى نفس الحاجه، فالاثنين معتمدين عن بعض. فافرض اليوزر مثلا كتب الباسورد العادي بتاعه، وبعد كده راح في الكونفirmation باسورد كتبه، بس ما كتبوش، كتبه غلط، فبالتالي هيظهر له ايرور يقول له الاثنين مش بيكونفيرموا بعض. طيب لو زود حرف بعد ما هم كونفيرم، المفروض الكونفirmation باسورد بيعتمد على الباسورد نفسه، فالمفروض يطلع له برده الايرور تاني، وهكذا. وان شاء الله هنشوف برده ده في امثله. تمام. ده بالنسبه للكي فيتشرز. نتكلم بقى على البنفيتس. عندك هنا بيقول لك ان المكتبه بتاعتنا بتريديوس ديفلوبمنت تايم، عشان انت بتعمل حاجات كتيره جدا في وقت بسيط جدا ان شاء الله. بنعمل انهانسنج لليوزر اكسبيرينس عشان في فيدباك وحاجات من دي، ريل تايم فاليديشن وكده. في فليكسبيليتي في المكتبه بتاعتنا، عشان عندنا تحكم كامل في الفيلد بتاعتنا اللي هي دايناميك فيلد مانجمنت. عندنا باورفول فاليديشن، عشان عندنا نوعين من الفاليديشن بيتعمل لهم كومباين مع بعض، مش بنستخدم ده لوحده وده لوحده، لا، الاثنين بيتعمل لهم كومباين، وتقدر تميكس منهم وتعمل اللي انت عايزه. طبعا المكتبه بتاعتنا بتدعم الاسynchronous سبورت او الحاجات اللي جايه من السيرفر، وبتدعم برضو طبعا السينكرونس، يعني الاثنين اسynchronous والسينكرونس. عندي هنا برضو الايفنت دريفن اركتشر، وكمان ان انا بقدر اكستمايز اليو اي زي ما انا عايز. لو انا عايز اغير الديزاين بتاع الايرور نفسه، اقدر ان انا اعمل الموضوع ده جدا من غير ما استخدم سي اس اس، لا، عندي ميثود اسمها set error message بتباصي فيها الحاجات دي كلها. كده انت فهمت الكي فيتشر والكي بنفيتس، وفهمت المكتبه بتاعتنا عباره عن ايه. فدلوقتي جينا لمرحله الانستليشن. زي ما انت شايف كده، عشان طبعا احنا هنجرب المكتبه مع بعض ونفهم كده واحده واحده ايه اللي بيحصل. زي ما انت شايف كده عندي الانستليشن، تقدر ان انت تستخدم ام بي ام زي ما انت شايف كده، سواء من ام بي ام نفسها تبحث على اسم المكتبه اللي هي شادو فورم هاندلر، او ممكن تستخدمها من ريبو على طول، اللي انت تكتب هنا ام بي ام انستول شادو فورم هاندلر وهتنزلها عندك. طب في حاله اللي انت نزلتها عن طريق ام بي ام باكج مانجر، طبيعي جدا اللي انت محتاج تضيف السكريبت تاج ده في الاتش تي ام ال عندك. ليه؟ عشان انت بتخش جوه النود مديولز بتاعتك، بتخش جوه الشادو فورم هاندلر ده فولدر، بتخش جواه الديستنيشن فولدر، جوه بقى ايه الشادو فورم هاندلر دوت جي اس، وده البندل في الاخر اللي هو الفايل اللي معمول له بندل للمكتبه ده عشان الحجم بتاعه يبقى قليل وهكذا. تمام تمام. في طريقه تانية، اليوزنج سي دي ان، ودي طريقه يعني دي الترنيتيف، او طريقه مختلفه. بدل ما انت مش عايز تستخدم مثلا ام بي ام باكج مانجر، عايز مثلا تستخدم سي دي ان، كل اللي انت محتاج تعمله من غير اي انستليشن، هتاخد الكود ده كوبي وتبصيه في ال HTML عندك. في طريقه ثالثه، لو انت عايز بقى تداونلود الفايل اللي اسمه شادو فورم هاندلر دوت جي اس ده، هتداونلود ازاي؟ بكل بساطه هتيجي هنا على جيت هاب ريليز، زي ما انت شايف كده بيقول لك كان يو داونلود ده، هتضغط على ريليز من هنا وتعمل داونلود لشادو فورم هاندلر دوت جي اس، وخلاص انت تقدر تستخدمها عادي عن طريق اللي انت تحطها في المكان اللي انت عايزه، وتستدعيها عن طريق الباث اللي انت عايزه واسم الفايل ده. يفضل تستخدم السي دي ان طبعا زي ما احنا كلنا عارفين. وبعد كده زي ما انت شايف كده بيقول لك هنا سيمبل اكزامبل والكلام الجميل ده كله. فانا هنا هعمل فولدر معاكم ونبدا اللي احنا نشتغل فيه سوا. كل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي اللي انا هفتح السي ام دي زي ما انت شايف كده، هكتب ام كي داير عشان اكرييت دايركتوري جديد او فولدر، هسميه شادو فور هاندلر اكزامبلز، واقول خش لي على شادو فورم هاندلر اكزامبلز، واقول له كود و دوت بعد مسطره عشان يفتح لي الفي اس كود في نفس الدايركتوري اللي انا فيه ده.
زي ما انت شايف كده ده الفيجوال ستوديو كود بتاعي. كل اللي انا محتاج اعمله بس انا هسيبه هنا كده عشان نقدر نسويتش ما بين الاتنين زي ما انا عايز، سواء محتاج اروح الدوكيومنتيشن او محتاج اروح دايركت للفي اس كود. طيب الموضوع بسيط جدا، كل اللي محتاج اعمله اللي انا كريت هنا الفولدر بتاعتي او الفايلز بتاعتي. انا هكريت 3 فايلز، الاندكس دوت اتش تي ام ال بتاعي، الاندكس العادي جدا هكريت، وده هعمل علامه تعجب وهضغط انتر عشان يعمل لي اوتو كومبليت للاندكس فايل بتاعي ال HTML. هعمل هنا index.css، وده السي اس اس فايل اللي هيبقى فيه الحاجه بتاعتي لو انا عايز اضيف سي اس اس، وهنا عشان الاكزامبلز بتاعتي، وهنا index.js زي ما انت شايف كده، وده الجي اس كود اللي هيبقى موجود عندي. تمام. دلوقتي لو رحت على المكتبه بتاعتي هتلاقيه بيقول لي لازم تستدعي السكريبت تاج. انا هستدعي السي دي ان زي ما انا شايف كده، براحتك استخدم الطريقه اللي تحبك. فانا هاجي هنا اقول له في البادي تحت السكريبت استدعوا لي كده، ما عنديش مشكله. وهاجي هنا في الباكج، تعال نشوف السمبل اكزامبل بتاعي ده. اوريدي اصلا لو انت خدت السمبل اكزامبل ده كوبي، هو هتلاقيه هنا مستدعي لك السي دي ان، فانا مش محتاج استدعيه هنا. فانا ممكن هنا اجي اقول له كده تمام، عملنا سيف كل حاجه تمام. هنا في سكريبت سورس اندكس دوت جي اس، اوريدي الفايل ده عندي موجود اللي انا هكتب فيه الانستراكشنز بتاعتي اللي انا عايزها واستدعي في المكتبه. واجي لو هنا بصينا للسمبل اكزامبل بتاعي، هاخده بس كده كوبي وهروح هنا للاندكس دوت جي اس وهعمل بيست زي ما انت شايف كده. ومحتاجين بس شويه سي اس اس، فهنروح نعملهم سريعا ونيجي. كل اللي عملناه هنا يا صديقي اللي انا ضفت بس بعض الستايلز بتاعتنا للبادي والاتش 1 والفورم بتاعتي ماكس ويدز ومارجن وكلام جميل زي ده. وهنا الديف بتاعتي واخده مارجن بوتوم، وهنا الليبل والانبوت، وهنا الايرور مسج المكان اللي ظهر فيه المسج. واصلا ممكن بعد كده نغير ده زي ما احنا عايزين عن طريق المكتبه بتاعتنا. فده موضوع بسيط جدا، شويه بس سي اس اس، اعمل الفورم سي اس اس اللي انت عايزها. وده اصلا بسيطه جدا بس عشان ايه ما يبقاش كل حاجه داخله في بعضها بس يعني، واحنا بنعمل الاكزامبلز دي. ودلوقتي محتاج ان انا اجي اشغل الفايل ده. ممكن اجي اشغله بالاوبن ويز لايف سيرفر، ودي اكستنشن ممكن تنزلها. لو كتبت هنا لايف سيرفر زي ما انت شايف كده هيقول لك تقدر تنزلها اكستنشن جوه الفيجوال ستوديو كود، او ممكن تنزل لايت سيرفر من على الام بي ام. اختار الحاجه اللي انت عايزها عشان تقدر تشغل الفايل بتاعك ده. دلوقتي هاجي اقول له اندكس اوبن ويز لايف سيرفر، ودلوقتي المفروض ان ده اللايف سيرفر بتاعي. تعالى بس نبدأ نتعامل بالشكل ده. هنا طبعا مفيش اي تغييرات حصلت، مفيش اي سي اس اس اتعمل، وده طبعا عشان ما استخدمناش اللينك ريل ستايل سي اس اس ده، احنا مسمينه هنا اندكس. فممكن نمشي على حسب الاكزامبل الموجود ونسمي هنا ده بدل ما هو ستايلز نسميه اندكس، ما عنديش مشكلة. ودلوقتي نعمل سيف ونخش تاني على السيمبل فورم زي ما انت شايف كده، وده الكود بتاعنا، كل حاجة زي الفل. دلوقتي ما عنديش مشكلة. دلوقتي بقى ايه، تعالى نبدأ نشوف الاندكس دوت جي اس. فتعالى نبدأ نصغر دي كده شوية عشان نقدر نشوف بس التعليمات وهي بتظهر هنا دايركت. وممكن احطها هنا كده عشان تبقى شايف ايه اللي بيتم. يبقى هنا نكتب الكود اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت يبقى هنا بنغير. فهنعمل كده بس كده حلو كده، ما عنديش مشكلة. جميل جدا كده زي الفل. حلو. دلوقتي انا محتاج اعمل ايه؟ تعالى نبدا اللي احنا نشوف الاندكس فايل بتاعنا. هنا بقول له اللي انا استدعيت اصلا الفورم هاندلر ده المين كلاس بتاعي، وهنا الريكوايرد والمين لينث والماكس لينث، ودول البيلت ان فاليديتور اللي انا كلمتك عليهم قبل كده. وكل اللي انا محتاج اعمله، ودي حاجه مهمه جدا عشان اقدر استخدم الفورم هاندلر دي، ان انا اعمل له انستنس منه زي ما انت شايف كده، عشان بقى ايه نقدر اللي احنا نستخدم الحاجات اللي جواه عن طريق الفورم هاندلر دوت، نستخدم بقى الميثودز اللي جواه، ما يكونش عندك مشكله يعني. تمام، احنا كده عملنا انستنس وكل حاجه تمام. هاجي هنا في الريجستر فيلد، احنا لسه ما شرحناش حاجه، انا بقول لك ده الاكزامبل اللي موجود فين جوه جوه الدوكيومنتيشن بتاعتنا. زي ما انت شايف كده ده السيمبل اكزامبل بتاعنا. هنزل تحت كده شويه هلاقي عندي هنا ميثود اسمها ايه، تعال نشوف set مود. set مود دي بجيبها ازاي؟ عن طريق الفورم هاندلر دوت set مود. وهنا انا اوريدي سايب لك مثال اهو. فانا هاجي هنا بكل بساطه اقول له الفورم هاندلر، فورم هاندلر الانستنس اللي انا عملته اللي هو ده دوت set مود. set مود دي زي ما انت شايف كده بتاخد، لو قلت له run تايم دلوقتي زي ما انت شايف كده ايه اللي هيحصل. عملت ريفرش دلوقتي، لو انا جيت اعمل ايرور زي ما انت شايف كده ظهر لي الايرور بتاعي ده.
قال لي والله عندك اليوزر نيم ماست ات ليست 3 كاركتر لونج. طيب جاب الايرور ده منين؟ لو بصينا هنا على الريجستر فانكشن، ودي الريجستر دي المسؤوله اللي انا عشان اي انبوت ده يبقى فيه الايرورز بتاعتي، المفروض اي انبوت اعمل له ريجستر. طب الريجستر دي بتاخد ايه؟ بتاخد هنا اول حاجه الاي دي، هي بتاخد اوبجكت زي ما انت شايف كده. الاوبجكت ده بيحتوي على ايه؟ على الاي دي بتاع اليوزر نيم اللي في الحاله بتاعتي ده اللي هو اسمه يوزر نيم اهو، ده الانبوت اي دي. جميل جدا، مش محتاجين الستايل سي اس اس فهنشيله دلوقتي. هنا بتاخد ايه كمان؟ السكيما فاليديشن، ودي الاري اللي فيها الحاجات بتاعتي البيلت ان فاليديتور، سواء بقى ريكوايرد، مين لينكس، ماكس لينكس. عايز اضيف مثلا حاجه تانية اللي هي باترن، طبعا الباترن دي هجيبها منين؟ اقول له مثلا هنا ال الباترن، الباترن زي ما انت شايف كده، اي حاجه محتاج اضيفها هضيفها زي ما انا عايز. حلو. طيب تمام جدا. فدي ايه؟ السكيما فاليديشن بتاعتي. طيب وزي ما انت شايف اللي انا اقدر هنا اضيف حاجه غير سكيما فاليديشن، اقدر اضيف ايه؟ الكاستم فاليديشن اللي احنا اتكلمنا عليه. ولكن خلينا بقى ايه نفهم الحته دي ماشيه ازاي. دلوقتي خلينا بس نبدا في البيلت ان فاليديتور ونخش على الريكوايرد مسج. في حاله ان انا مش محتاج ابص ريكوايرد مسج واعملها كده، مفيش مشكله، مش هيطلع لي ايرور. فتعالى دلوقتي نشوف ليه. تعالى دلوقتي نشيل، نحط بس الرقم ونشيله. فقال لي هنا this field is required. جاب المسج دي منين؟ عشان الريكوايرد مسج دي في حاله انك ما بعتش مسج، هو اوريدي هيشوف بيفاليديت ولا لا. لو مش بيفاليديت هيطلع لي هو الايرور الديفولت اللي انا سايبه. تمام، ما عنديش مشكله. طب لو بسيط، باص المسج اللي انت عايزها زي ما انت شايف كده. جينا نشيل دي، كل حاجه تمام. برضه نفس الموضوع في المين لينكس. لو ما بصيتش، طبعا محتاجه باصي قد ايه؟ يعني رقم 3 ده الانبوت ده يشيل قد ايه؟ تمام، اقل حاجه فيه تكون قد ايه؟ كام حرف؟ فتعالى كده مثلا نقول له 1 2 3، 1 2 بس. فقال لي هنا في مشكله، وهنا طلع لي الديفولت مسج العاديه. تمام، this field must be at least 3 character. طيب دلوقتي لو انا عملت for كده، تمام، وجيت دلوقتي مثلا عملت ايه بقى؟ جيت كتبت حاجه. تعالى كده نبص، قال لي this field must be at least 4 character. يعني برضك الفور كاركترز او المسج اللي بتتعرض دي بناء على ايه؟ على اللي انت بتبصيها هنا. فدلوقتي عشان الايرور ده يتشال، طبعا من لينكس محتاج اللي انت تباصي اكتر من 4. ف يعني مش ما يكونش من 4 فيما فوق يعني. فانا اقول له 1 2 3 4 كده تمام، كده زي الفل، الايرور بتاعي راح وكل حاجه تمام. فلازم ده يكون 4 فيما فوق، ما عنديش مشكله. الماكس لينث نفس الموضوع، اللي انا ممكن اباصي المسج اللي انا عايزها، او ممكن اعتمد على الديفولت مسج بتاعتي. طيب في دلوقتي انا هباصي ايه؟ اكتر من 15 حرف. فانا اقول له كده اكتر من 15 حرف. قال لي ان المسج عندي فيه مشكله. فانت دلوقتي فهمت الدنيا ماشيه ازاي. دلوقتي لو انا ما بصيتش اي حاجه في السيت مود ران تايم، هيقول له هنا في مشكله عندي، بصيلي ده ريكوايرد. فانا اقول له مثلا اي حاجه، هيطلع لي لو انا تخطيت ده كده هيطلع لي الايرور. لو انا ضفت مثلا اقل من 4 حروف هيطلع لي الايرور ده، وكل حاجه زي الفل. وعشان اقدر ابعد بره الايرور ده خالص، محتاج ان انا افاليد واعمل سبميت. فمحتاج ان انا دلوقتي لو عملت سبميت، ايه اللي بيحصل؟ اما بقول له فورم هاندلر سبميت هاندلر، ده ميثود بيشتغل. اما بضغط على سبميت، ايه اللي بيحصل؟ بقول له الماي فورم بتاعتي، هنا ببعت لها الاي دي بتاع الفورم طبعا اللي هو ماي فورم ده. وبس، كل اللي هي بتعمله هنا ان هي بترجع لي الفاليوز بتاعتك في الكونسول. ممكن بقى انت تاخد الفاليوز دي وتبعتها في المكان اللي انت عايزه، تبعتها مثلا للاي بي اي تعمل بيها اللي انت عايزه. فانت هنا بتاخد الفاليوز بتاعتك اللي طلعت بعد ما فاليد عن طريق ال اي بي اي، عن طريق السبميت هاندلر، عن طريق الفاليوز دي. فتعالى كده نشوف الفاليوز دي اصلا دلوقتي موجوده ولا لا. فهنفتح الكونسول بتاعنا الجميل ده زي ما انت شايف كده. لو عملنا هنا سبميت هاندلر، قال لي هنا فورم سبميتد ويز فاليو، وقال لي اليوزر نيم زي ما انت شايف كده بتاعك. فدلوقتي انت تاخد الانبوتس دي تعمل فيها اللي انت عايزه، او الفاليوز تعمل فيها اللي انت عايزه. كده تمام، ده بالنسبه. فكده كل حاجه تمام وانت فهمت الفكره ماشيه ازاي. عندنا برضو الريجستر هنا الفانكشن دي بتاخد ميثود تانية اسمها initial value، قصدي بتاخد بروب اسمها initial value. بكل بساطه الانيشال فاليو دي لو انت حطيتها جوه الاوبجكت، البروب دي بتقول ان الفاليو اللي انت هتبصيها اول ما الفورم ده تعمل لها ريلود هتبقى في initial value. الموضوع بسيط. فانا هقول له هنا الانيشال فاليو زي ما انت شايف كده، وهبدها بص طبعا الانيشال فاليو بتاعتي، وهتبقى عباره عن ايه؟ initial value مثلا
انا هقول له initial، انت بتكتب اللي انت عايزه طبعا. مجرد ما اعمل سيف، ايه اللي حصل هنا؟ قال له initial value في اليوزر نيم وكل حاجه تمام، واي مسج هكتبها هنا هتظهر. في حاله اني مش عايز خالص همسحها ومفيش اي مشكله. عرفت ليه بقى؟ ليه هي بتاخد اوبجكت؟ عشان لو كانت بتاخد البارامتر عاديه كده كان هنا لازم تباصي الانيشال فاليو حتى لو قيمتها فاضيه، او انك تعمل لها اجنور عن طريق بسم الله الرحمن الرحيم، انك تباصي اندرسكور والحاجات دي. فاحنا عشان نوفر عليك الدنيا بقت اوبجكت. عايز حاجه معينه باصيها، مش عايز ما تبصاش، انت حر زي ما انت عايز وكل حاجه تمام. طيب كده انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي. دلوقتي بقى احنا مثلا عايزين بعد ما فيش اي ايرور، تعالى كده بس نتست تاني. كده ما فيش اي ايرور تمام. هنكتب مثلا هنا شادو كودنج. كده ما فيش اي ايرور. دلوقتي لو انا عايز اعمل سبميت، ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده نشوف في الكونسول ايه اللي حصل. انا بقول له اصلا بعت لي هنا الفاليو سب فورم سب ويز فاليو، الاوبجكت بتاعي او اللي هو عباره عن الفاليوز بتاعتي اللي هو اليوزر نيم والفاليو بتاعته. طب ده اعملها ازاي؟ عن طريق اللي انا بقول له هنا فورم هاندلر سبميت هاندلر، دي ميثود جوه الفورم هاندلر. ببصي هنا الماي فورم اللي هي الاي دي بتاع الماي فورم بتاعتي، وبعد كده باخد الفاليوز بتاعتي وقلت له هنا عرض لي الحاجه. ممكن اعمل هنا اللي انا عايزه، انا كده عرضتها في الكونسول. ممكن اخد الفاليوز دي ابعتها لمكان ما، ابعتها للاي بي اي، ابعتها في المكان اللي انا عايزه، زي ما انا حر وكل حاجه تمام، ما عنديش مشكله. الريجستر هنا بتاخد ايه تاني؟ بتاخد هنا برضو حاجه ما اتكلمتش عليها، الانيشال فاليو. ايه الانيشال فاليو دي؟ عباره عن بروب ببصيها في حاله ان عايز اول. دلوقتي في الفاضي طبعا اما بتعمله ريلود ما بيكونش هنا في اي فاليو، ومن اسمها هنا لو انا كتبت هنا شادو كودينج مثلا، كده ده معناه ان اول ما يتعمل له ريلود هيكون في الفاليو دي زي ما انت شايف كده. لو انت عايزها هتستخدمها اي حاجه تحطها طبعا، مش لازم شادو كودينج. واللي انت مش عايزها مش هتستخدمها. وطبعا موضوع الكاستم فاليديشن لسه هنتكلم عليه ان شاء الله مع الاكزامبل التانية. فده بالنسبه للريجستر زي ما اتفقنا، بتاخد الاي دي الانيشال فاليو لو انت عايز، السكيما فاليديشن لو انت عايز، الكاستم فاليديشن لو انت عايز. المهم عندي والاساسي هنا الريجستر اي دي، عشان ده اللي هيبدا الاي دي ده اللي هيبدا عليه موضوع الفاليديشن كود. حلو. نيجي بقى لموضوع عملنا الريجستر وقلنا شفنا السيت مود مع بعض. هنا السبميت هاندلر اتكلمنا عليها. عندي هنا جيت فاليو ان شاء الله هناخدها في مثال، وهنا جيت فاليوز لو انا عايز ارجع كل الفاليوز بتاعتي اقدر ان انا اريست الفورم. لو اللي انا اريست الفورم خالص من اي ايرورز. لو انا مثلا عندي ايرورز ممكن اضغط على زرار معين ريست كل الفورم دي، وهكذا. هنا اقدر ريموف فيلد واد فيلد والكلام ده كله ان شاء الله هنشوفه. فتعالى بقى نخش دايركت كده على الادفانسد فيتشر وناخد مثال كده ونفهمه الفكره ماشيه ازاي. دلوقتي انا عندي المثال ده هاخده زي ما انت شايف كده. هنا بيقول لي ايه في الادفانسد فيتشر؟ طبعا انا محتاج اللي انا برضك افضل مستدعي الحاجات دي كده فورم هاندلر. لو الباترن ده انا محتاجه تمام، مش محتاجه هشيله، ما عنديش مشكله. انا مش محتاج دلوقتي. فانا هقول له هنا الران تايم ايرور كل حاجه تمام. هنا الفورم هاندلر دوت ريجستر بباصي ايه؟ مش الاي دي بقى، بباصي الباسورد. فانا هاجي هنا بكل بساطه الماي فورم الفورم دي مش هتبقى يوزر نيم، لا هتبقى باسورد. اجي اقول له باسورد ايرور كل حاجه تمام، ما عنديش مشكله. هنا ده يوزر نيم ايرور فهيبقى اسمه باسورد ايرور وكل حاجه تمام. ودلوقتي لو دلوقتي كتبت حاجه، ده عباره عن لسه التايب بتاعه تكست. فانا هاجي هنا في التايب هقول له هنا ده التايب بتاعه باسورد، وكده كل حاجه تمام في ال HTML. هاجي هنا في موضوع بقى ايه الجافا سكريبت او المكتبه بتاعتي. عملت ايه؟ ريجستر للفيلد، قلت له فورم هاندلر دوت ريجستر. هنا قال طلب مني الاي دي فبسيطه. السكيما فاليديشن العاديه خالص اللي هي بتبقى ريكوايرد او من لينكس او ماكس لينكس او اي حاجه خاصه بالبيلت ان فاليديتور اللي عندي. تمام. انا هنا ما بصيتش مسج عشان عايزه يعرض المسج الاساسيه. تمام. وهنا قلت له ايه الكاستم فاليديشن. كاستم فاليديشن بقى ليه؟ عشان انا محتاج اعمل فاليديشن. كاستم فاليديشن دي عباره عن ايه؟ array بتاخد اوبجكت، الاوبجكت اللي جواها بياخد ميثود اسمها فاليديت، لازم تبقى اسمها فاليديت. حلو. وبياخد المسج. في حاله ان ده مش بيفاليديت هيطلع لي المسج. ازاي؟ انا دلوقتي بقول له ايه الكاستم فاليديشن. دلوقتي انا عايز الباسورد ده يكون بيماتش حاجه معينه. فانا بقول له الحاجه دي مش عندي مثلا، انا مش عامل لك، انت عايز تعمل كاستم فاليديشن خاص بك انت على حسب البيزنس بتاعك. فانت تقول تشغل الفاليديت بياخد ايه هنا فاليو. تعال نشيل ده كله عشان ما تكونش قلقان من حاجه. الفاليو دي فانكشن عاديه خالص تمام. بس ده شورت هاند، بدل ما احط هنا الفاليو زي ما انت شايف كده واجي اقول له الفاليو اعمل لي عليها العمليات وهكذا، لا انا بقول له على طول الفاليو هنا اللي هي دي، بدل ما بصيها ما بين اكواس مفيش مشكله، هيها. وهنا طبعا الفاليو دي
بدل ما هنا ما اجي دي ارو فانكشن، بدل ما اروح اعمل كده اقول له مثلا كاليبريسز واقول له هنا ريتيرن وباصي اللي انا عايزه، فهنا بباصي شورت هاند زي ما قلت لك على طول، ومش محتاج اعمل الكلام ده كله. حلو. عشان بس ايه لو عندك مشكله في الشكل ده من الارو فانكشن ما يبقاش ايه دلوقتي موجود عندك المشكله. بباصي الريجكس بتاعي الخاص بالمبرمج، مش انا اي حد تاني بيستخدم الباكج ده هيباصي اي ريجكس هو عايزه، وهيتستو طبعا في حاله ان هو بيفاليد. تمام بيفاليد. في حاله ان هو مش بيفاليد هتباصي لي المسج دي. المسج دي بتقول لك انا برضك مستني منك تبعت لي المسج، هتقول لي الباسورد بتاعتك كذا كذا كذا. طب المسج دي لو انت ما بصيتش مسج ايه اللي هيحصل؟ هل انا مسيبني اسيب لك مسج؟ لا طبعا، ده كاستم فاليديشن، انا ما اعرفش اصلا الفاليديشن اللي انت هتبصيه ده بيعمل ايه. بس انا هندلت لك الدنيا كلها عشان ما تروحش تمسك بقى الانبوت وبعد كده تشوف الفاليو هتجيبها ازاي، وبعد كده تضيف ريكويرمنتس جديده ان الفاليو مش عارف يحصل فيه ايه وحاجات كتير كده. لا، طب بتبصي الفاليديت فانكشن بتاعتك، وبعد كده بتبصي المسج بتاعتك وكل حاجه زي الفل. فدلوقتي بيقول لك ايه الباسورد ده لازم يكون ايه 8 كاركتر اقل حاجه، وبعد بيكون بينكلود الليتر اللي هي الليترز ونمبرز يعني حروف وارقام. فدلوقتي انا عملت واحد اتنين واحد اتنين كده، قال لي في مشكله ان لازم يكون بينكلود، فانا قلت له هنا مصطفى شادو لسه في مشكله، لازم يكون في ايه ان الباسورد بتاعي بينكلود ارقام. فلو قلت له واحد اتنين او واحد بس كده تمام كل حاجه زي الفل، والايرور راح. طبعا انا هفضل عامل السيت مود دي ران تايم عشان افضل اشوف الايرور، مش كل شويه اعمل سبميت في الفيديو زي ما انت شايف كده. ده بالنسبه لاول مثال عندي موجود في الادفانسد فيتشر في الدوكيومنتيشن. طب ليه انا بقول لك من الدوكيومنتيشن؟ عشان انت يكون الموضوع بالنسبه لك سهل لما تخش على الدوكيومنتيشن ما تحسش ان الموضوع صعب. طيب في طريقه تانية هنا بقول لك اور يوز بيلت ان فاليديتور لايك باتر. يعني ايه الكلام ده؟ تعال ناخد الكود ده كوبي. دلوقتي زي ما انت شايف كده ان انا ممكن في المثال ده استخدم الريجستر بالطريقه ده اللي انا اباصي هنا الفاليديت اللي انا عايزه ده، مش عايزه ريجكس كود زي ما انت شايف كده. مش لازم اعمل الموضوع ده كله، انا هاجي هنا في حاله ان انا عايز الفاليديت ده ريجكس كود، يعني هاجي هنا اقول له الباسورد عن طريق السكيما فاليديشن، هتجيب لي الباترن ده بيلت ان فاليديتور، هتجيبه من شادو فورم هاندلر. تعالى اوريك الباترن ده عباره عن ايه. هنطلع هنا في البيلت ان فاليديتور زي ما انت شايف كده، هتلاقي حاجه اسمها باترن بياخد الريجكس كود اللي انت هتبعته وبياخد المسج. بس كده فاكر الريجكس كود اللي هو ده اللي انت بعته ده اللي هو كان هنا، بس من غير بقى ما تست ولا اي حاجه، لا احنا اللي هنشوف هو بيماتش ولا لا. انت هتبعت لي الريجكس كود وهتبعت لي المسج لو ده مش بيفاليد، وبناء عليه انا هطلع لك الحاجه. فانا اقول له باسورد نفس الموضوع بالظبط، نفس الريجكس كود اللي كان فوق، بدل ما كنت استخدم انا الكاستم فاليديشن هستخدم الباترن بتاعتي. ويبقى عندك تو اوبشن يعني للموضوع. هنا الباسورد مفروض اقول له شادو كودنج، اي حاجه كتبتها هو مفيش اي حاجه ظهرت، الايرور لسه موجود. لو كتبت ارقام دلوقتي مفروض ان هو يبدا يروح الايرور. تعالى كده نشوف ال اقول له مصطفى محمد مثلا واحد اتنين كده كل حاجه زي الفل وما عنديش مشكله. تمام كده احنا هندلنا الموضوع ده. نيجي بقى دي كمان مثال تاني. حلو. دلوقتي احنا خلصنا المثال الاولاني بتاع الكاستم فاليديشن. عندي هنا تعالى نشوف موضوع الاسynchronous فاليديشن ده ايه. تعالى ناخد الكود ده كوبي من هنا، وهاجي امسح الكلام ده كله، اسيب بس الموضوع. تعالى نرجع الحاجات دي زي ما كانت في البدايه خالص. ايوه، عشان دي الحاجات دي هتبقى ثابته، السبميت هاندلر دي هتبقى ثابته عندي، والفورم سيت مود ران تايم، السيت مود ران تايم عشان هنا الايرور يظهر هنا دايركت بدل ما افضل اعمل سبميت والكلام الجميل ده كله. وفي حاله اللي انا احتاج اعمل سبميت فالميثود بتاعتي موجوده، فما فيش مشكله. طيب دلوقتي في الفورم هاندلر دي الريجستر بتاعتي بسيط هنا اليوزر نيم، فانا محتاج دلوقتي اللي انا ارجع تاني ده يوزر نيم مش باسورد. حلو. فهنعمل كنترول زي كده سريعا ونرجعه يوزر نيم. فدلوقتي نتاكد تمام. ايه دلوقتي اللي بيحصل بقى؟ السكيما فاليديشن عندي انا عايزه ريكوايرد، ممكن ما يبقاش عايزه ريكوايرد انا حر. ممكن اعمل له هنا ماكس لينكس او من لينكس انا حر، اقول له من لينكس اقول له لازم يبقى اكبر من 3 ومش هبص مسج هو يعملها دايركت، ولازم ما يبقاش اكبر من 20 رقم 20 مثلا حرف. ما عنديش مشكله كده. لو هو مش ريكوايرد هيطلع له باسورد از ريكوايرد. ليه باسورد از ريكوايرد؟ عشان انا سايب المسج زي ما هي. فدلوقتي احنا مش عايزين مسج اصلا،
انا عايز المسج الديفولت بتاعتي، وهنا طبعا هبص كوما عشان ده اوبجكت. دلوقتي ما بصيتش حاجه، this field is required، بصيت اقل من 3 طلع لي must be at least، بصيت اكتر طلع من 20 طلع لي ايه الحاجه الايرور ده. فدلوقتي في حاله بقى ان هو كل ده بيفاليد وكل حاجه تمام، اللي هو الرقم اللي في النص ده، ايه اللي حصل؟ قال لي هنا يوزر نيم از اوريدي تيكن. ليه؟ عشان نبص للكاستم فاليديشن. احنا عملنا السكيما فاليديشن فاليد وكل حاجه تمام، هنبص للكاستم فاليديشن هتلاقيه بيقول لك عباره عن اري، اتفقنا ان هي اري بتاخد اوبجكت، الاوبجكت ده بياخد الفاليديت والمسج اللي بتطلع بكل بساطه. بقول له هنا الايسync ده عباره عن ايه؟ اسynchronous، فطبيعي انت هتهندل asynchronous. انت كل اللي عليك تعمله انك هتقول لي هنا ايه سينك. فاكر المثال اللي قبل كده ما كنتش ببص هنا حاجه عشان كان سينكرونس عادي، ولكن دلوقتي انت هتجيب لي حاجه من الباك اند او من الاي بي اي، فلازم يكون هنا اي سينكرونس. جميل جدا. وهنا بسيميوليت اكن انا الحاجه اللي انا بكتبها دي موجوده قبل كده، فانا بقول له ده الريسبونس اللي جاي await fetch تشيك يوزر نيم. لو اليوزر نيم ده في حاله ان اليوزر نيم ده مش موجود، يعني في حاله ان هو مش موجود في الداتابيز، هيقول لي ايه؟ يوزر نيم، مش هيطلع لي المسج دي. بس ده كده ايه؟ ده كده ايه؟ موجود. هو ده فعلا بيحصل. لا، لو انت بصيت هنا في الانسبكت في الايرور، هتلاقي هنا في ايرور ان هو بيلود على المكان اللي فيه اليوزر نيم مش لاقيه. بس انا هنا بسيميوليت الموضوع عشان لو انت عندك الحاجه دي في البيزنس بتاعك ومحتاج تعملها، كل اللي عليك هتعمله انك دي لو بترو، لو هو مش موجود خلاص، هنا بقول لك بيتشيك اليوزر نيم ده يونيك ولا لا. لو هو مش موجود خلاص مش هيعرض لي المسج دي. الريسبونس طبعا دوت اوكي. لو جيت عرضتها لك هنا في الكونسول، كونسول عشان بس اعرض لك الريسبونس بتاعي، دوت لوج الريسبونس عشان تبقى شايف برضك الريسبونس ده عباره عن ايه. زي ما انت شايف كده هنا الريسبونس بتاعي في الكونسول. تعالى بس نكتب هنا زي ما انت شايف كده، ده الريسبونس بتاعي. قال لي هنا ايه ده؟ في البادي والبادي يوزد والهيدرز والكلام الجميل ده كله اوكي. ده اوكي، يعني ده معناه ان هو مش بيفاليد. معناه ايه؟ ان اكن انا بسيميوليت الموضوع ان اليوزر نيم ده موجود قبل كده. طيب لو ده رجع، لو انت بقى عايز تعمل لو ده بترو، يعني الاوكي دي بترو، فطبعا هو مش هيعرض المسج دي. فانت بقى ايه؟ على حسب اللي انت عايزه. ده بس فانكشن بتسيميوليت الموضوع اكنه هو راح مثلا ندى فانكشن تانية موجوده في الاي بي اي وتاكد فعلا ان ده موجود ولا لا. تمام. الحاجات دي بديهيه بس انا بشرحها اكتر من مره برضك عشان لو عندك اي التماس ما يبقاش الموضوع صعب. فدلوقتي ده بالنسبه لموضوع الفورم هاندلر. طبعا هتبعت فاليديت، الفاليديت دي فانكشن عاديه خالص عباره عن اسync، تاخد الفاليو العاديه خالص وبتعمل عليها بعض العمليات زي ما انت عايز. هنا بتشوفه بيفاليد ولا لا. لو مش بيفاليد او الكونديشن اللي انت كاتبه ده بيريتيرن فولس، فهنا هيقول لي طلع لي المسج بتاعتي. حلو. تعالى ناخد مثال تاني في موضوع الديبند فيلد فاليديشن. دلوقتي انا عندي باسورد وعندي كونفيرم باسورد. لو انت فاكر في بداية الفيديو كلمتك عن الموضوع ده، ان انا عندي مثلا باسورد وعندي كونفيرم باسورد والاتنين بيديبندوا على بعض، فلازم اهندل الموضوع ده بناء على ايه الفيلد اللي قبله، من غير ما اصعب عليك إن الدنيا انت كحد هيستخدم الباكج دي. فدلوقتي هعمل ايه؟ هيبقى عندي هنا في الاندكس عندي هنا باسورد و كونفيرم باسورد. فانا هاخد الكود ده ديف، اخد ده كده كوبي. هنا ده هيبقى باسورد، طبعا ده باسورد، اليوزر نيم باسورد، اليوزر نيم ايرور هيبقى باسورد. هنا كونفيرم، كونفيرم باسورد. هنا الكونفيرم باسورد ناخد كده كوبي سريعا، طبعا ده باسورد. هنا الاي دي بتاعه كونفيرم باسورد. كل حاجه زي الفل، ما عنديش مشكله كده، كل حاجه تمام، كل حاجه زي الفل. ناخد بقى الكود ده ونشوف ده بيعمل ايه. دلوقتي الكود ده هخش على الاندكس دوت جي اس بتاعي، امسح الريجستر دي، هريجستر الانبوتس من اول وجديد سيكونشالي كده. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اول حاجه اعمل على الباسورد دي، اعمل عليها على الفيلد اللي اسمه باسورد دي اعمل عليه ايرورز معينه. فانا دلوقتي هاجي اعمل له ريجستر، هبص الاي دي بتاعي السكيما فاليديشن، عايزه ريكوايرد وبصيت المسج اللي انا عايزها، عايزه بباترن معين وبصيت الباترن اللي انا عايزه وقلت له ان الباترن ده لو مش تمام هيطلع لي المسج الايرور. فدلوقتي تعالى نشوف ده حصل ولا لا.
زي ما انت شايف كده كله زي الفل. ودلوقتي انا لغيت الايرور عشان دلوقتي انا بفاليد الباترن ده. طيب دلوقتي انا عايز ايه؟ الكونفيرم باسورد ده لازم لو انا كتبت فيه حاجه لازم يتاكد ان هي بتساوي ده ولا لا. ازاي هنعمل الموضوع ده؟ بص على الدوكيومنتيشن، الموضوع بسيط. هنجيب الفورم هاندلر بتاعتي الريجستر، نفس الموضوع اللي بنعمله بالظبط. هنيجي هنا اهو، ده الريجستر. هعمل ريجستر لايه؟ للكونفيرم باسورد كاستم فاليديشن. ليه بقى كاستم فاليديشن؟ عشان انا عايز اعمل حاجه بناء على اللي انا عايزها. انا عايز دلوقتي دي مش حاجه، مش سكيما فاليديشن، بس انا بديك امثله بوفر لك عليها الدنيا. هتقول له الفاليديت. الفاليديت دي الميثود بتاعتنا الجميله. الفاليو النهين دلوقتي اللي انا بكتبها هنا، اللي هي اي حاجه بتتكتب في الانبوت اللي هو اسمه كونفيرم باسورد، مش ده انا عامل له ريجستريشن هنا بالكونفيرم باسورد. فاي حاجه بتتكتب هنا الفاليو دي هعمل فيها ايه؟ لو هي بتساوي ايه بقى؟ طبعا بتساوي الباسورد، الفاليو بتاعت الباسورد دي. طب انا هجيب دي ازاي؟ هخليك بقى تروح تمسك الانبوت وتروح تجيب منه الفاليو، وتشوف كل مره هي بتست تروح تمسك الانبوت تاني وتجيب منه الفاليو والكلام ده؟ لا طبعا. هتروح تستخدم ميثود اسمها فورم هاندلر، اجيبها من الفورم هاندلر دوت جيت فاليو، من الفورم هاندلر بتاعي دوت ايه؟ دوت جيت فاليو. زي ما انت شايف كده الجيت فاليو دي هتقول له ايه؟ الباسورد. الجيت فاليو دي اصلا عباره عن ايه؟ لو رجعنا هنا للبلت ان كومبوننتس او الكور كومبوننتس، هنلاقي عندي هنا حاجه اسمها جيت فاليو. جيت فاليو دي بكل بساطه بتاخد الاي دي بتاع الانبوت اللي انت عايز تجيب الفاليو بتاعته، وهي بترجع لك ايه؟ الفاليو. بس كده. بسيطه ازاي؟ كل اللي انت محتاج تعمله بتعمل ريتيرن. ممكن تاخد الريتيرن ده عن طريق بقى الحاجه دي زي ما انت عايز كده، براحتك يعني. فهي بتريتيرن الفاليو. فانا هنا قلت له بكل بساطه لو الفاليو اللي انا بكتبها هنا بتساوي الفاليو اللي انت جبتها اللي هي بتاعت الباسورد دي، حلو. لو الاثنين دول بيفاليد خلاص، لو الاثنين دول بيعملوا فاليديشن خلاص مش هيطلع لي ايرور. طب لو لا، اعمل لي المسج دي، اكتب لي المسج دي اللي الباسورد الاثنين مش بيماتش. طب الفلاج اللي اسمه ديبندز ده مفيد ليه؟ انا بقول له الديبندز ده بكل بساطه الانبوت اللي اسمه كونفيرم باسورد ده معتمد على الباسورد ده. ليه معتمد عليه؟ عشان هنا لو انا غيرت الكونفيرم باسورد دي او غيرت الباسورد دي، الاثنين معتمدين عن بعض. يعني كل ما اغير الباسورد كل ما الكونفيرم باسورد شايف التغيير اللي بيحصل، شايف التغيير اللي بيحصل وشايف ان الفاليو دي اتغيرت، فهو محتاج يتغير دلوقتي، والعكس صحيح. فدلوقتي تعالى نعمل سيف عشان نتاكد ان كل حاجه تمام. هقول له هنا الباسورد مصطفى محمد 1 2 تمام. هاجي في الكونفيرم باسورد هقول له هنا مصطفى محمد 1 2. كده تقريبا انا كتبت حاجه غلط في الكيبورد. فاقول له هنا مصطفى محمد 1 2. كده كل حاجه تمام. في حاله بقى ده بقى فايده الفلاج الديبندز ده. لو انا كتبت هنا 7، كده الباسوردين دول مش بيماتشوا بعض عشان ده معتمد على ده، اي تغيير بيحصل بيروح يجيب الفاليو تاني. فانا قلت هنا 7 تمام. قلت له هنا 9، قال لي هنا كده مش بيماتشوا بعض. قلت له هنا 9، كل حاجه زي الفل ما عنديش اي مشكله. ممكن حد يسال ويقول لي ليه ما بروح على الايرور مسج بيظهر لي الكارسور هيلب؟ عشان بكل بساطه لو بصيت هنا في الستايل دوت سي اس هتلاقيني قايل له هنا ان الايرور مسج دي هيبقى مروح عليها، يعني الكارسر بتاعها هتبقى هيلب بس كده. مفيش مشكله. وان شاء الله ممكن نغير الحاجات دي كلها عن طريق سيت ايرور مسج اللي احنا اصلا هنتعرف عليها الفانكشن بتاعتنا اللي موجوده. جميل جدا. كده احنا بصينا على الفاليديشن بتاعنا، الديبند، الاسynchronous فاليديشن. نفس الموضوع بالظبط. لو انا دلوقتي عندي بيعتمد، فاكر المثال بتاع اليوزر نيم لما قلت لك بيروح يجيب اليوزر نيم بيشوفه موجود ولا لا؟ بناء على ايه بقى شفت الديبندز ده؟ معناه كده ايه؟ ده انا ضفت هنا بس حاجه زياده اللي هي الديبندز. معناها ايه؟ ان كل مره ان اليوزر نيم ده معتمد ان مثلا بص فاهم. دلوقتي عندي الايميل، حلو. الايميل ده معتمد على اليوزر نيم، يعني كل مره الايميل ده هيروح يجيب الفاليو في حاله ان اليوزر نيم ده اتغير. او بيقول لك the validation will rerun when the user name failed change. مش فاهم؟ تعال نجرب. دلوقتي انا عندي في الريجستر ده، تعالى كده نشيل الكلام ده. دلوقتي عندي هنا ايميل، دي ايميل. فانا محتاج ان انا اخلي هنا مثلا div عباره عن
يوزر نيم، هقول له هنا يوزر نيم، وده تكست، وده يوزر نيم، وهنا يوزر نيم ايرور، وعندي هنا الكونفيرم باسورد ده مش هيبقى كونفيرم باسورد، لا هيبقى ايميل، ايميل، وهنا الايميل ده هنا الاي دي بتاعه ايميل، الكونفيرم باسورد ايرور ده اللي هو السبام هتبقى ايميل ايرور، وهنا الانبوت تايب زي ما انت شايف كده هيبقى عباره عن ايميل، هخليه تكست عادي ما عنديش مشكله، كده كده هو ايه، هنستخدم الباترن بتاعنا اللي بيفالid كل حاجه. فدلوقتي انا عندي هنا يوزر نيم وعندي ايميل، الاثنين ما لهمش اي حاجه غير عشان انا ضفت الميثود دي بس، فباصي الايميل هنا. طيب فدلوقتي ايه اللي هيحصل؟ انا عايز دلوقتي مثلا انا قلت له هنا ان انا خلاص، تخيل معايا اللي انا كتبت ايميل فعلا مش موجود، ده اتحقق خلاص، والايميل ده فعلا الريسبونس ده اوكي، دلوقتي الايميل ده مش موجود، انا عايز اما اغير اليوزر نيم ده يروح يتشيك برضك على الايميل ده. تمام. فكل مره هروح اغير حاجه في اليوزر نيم هيعمل ري ران تاني. فهنعمل الموضوع ده ازاي؟ هاجي هنا اعمل ريجستريشن لليوزر نيم، فاجي اقول له هنا الفورم هاندلر، فورم هاندلر دوت ريجستر، زي ما انت شايف كده هباصي هنا الاي دي اللي هو اسمه يوزر نيم، هباصي هنا ممكن اباصي كاستم فاليديشن او سكيما فاليديشن، فانا اقول له هنا بكل بساطه السكيما فاليديشن عباره عن اري تاخد مجموعه من الميثود، فانا اقول له هنا ريكوايرد عشان اتاكد ان الانبوت بتاع ده يبقى ريكوايرد، وتعالى دلوقتي نشوف فعلا بقى ريكوايرد وكل حاجه تمام. فدلوقتي انا عندي ايميل، الايميل ده في حاله اللي انا مثلا لو هو كان اصلا مش موجود، يعني مثلا لو كان هنا، تعالى كده نفتح الانسبكت بتاعي عشان اوريك حاجه. دلوقتي ايه اللي المفروض يحصل عشان الديبندنس ده يشتغل؟ المفروض اما اغير هنا حاجه في اليوزر نيم الفانكشن دي تشتغل تاني، اللي هي الفانكشن اللي بتروح تتاكد ان الايميل ده موجود ولا لا. تعالى كده نشوف، اشتغلت وكل حاجه تمام. طيب في حاله اللي انا مش باعت الديبند ده، ايه اللي المفروض يحصل دلوقتي؟ تعالى كده اول حاجه نكتب مثلا هنا اي حاجه، وهنا الايميل مثلا نكتب فيه اي حاجه زي ما انت شايف كده، وهنا عامل في الكونسول مثلا عشان انا كتبت في الايميل هعمل هنا ريموف، وهغير كده في اليوزر نيم مش هيتغير اي حاجه. بس في حاله اللي انا غيرت في الايميل طبعا هو بيروح يتشيك تاني على الايميل، وده طبعا البديهي، ولكن قلنا هنا الديبند ده بيبقى معتمد على ايه؟ على حقل انت بتبص له الاي دي بتاعه، يعني اليوزر نيم ده الاي دي بتاع الايميل، فبالتالي انت بتقول ان ده معتمد على ده. كده اظن انك فهمت الليله ماشيه ازاي. تعالى كمان ناخد مثال الاسynchronous validation with depend field. ازاي بقى الكلام ده؟ دلوقتي انا عندي index فايل، في هنا ايه؟ يوزر نيم، ليبل، وعندي هنا انبوت تايب واسبان اللي هو يوزر نيم ايرور، وهنا الايرور مسج ده اول انبوت عندي بالحاجات بتاعته، وعندي تاني انبوت نفس الموضوع، هنا السبان الاي دي بتاعها ايميل ايرور، طبعا الاثنين دول مختلفين، ده اليوزر نيم ايرور وده الايميل ايرور وكل حاجه تمام، وهنا ده ايميل. طيب تعالى بقى نشوف ايه اللي احنا عايزين نقول ايه. دلوقتي ده المثال بتاعي، تعالى كده نبص عليه. انا عندي هنا ال الريجستر زي ما انت شايف كده، عندي هنا ايه؟ عباره عن فورم هاندلر بريجستر الايميل بتاعي، بقول له هنا في الكاستم فاليديشن كل مره بيسيميوليت اللي انا بشوف الاي بي اي ده موجود ولا لا، والكلام الجميل ده. ولكن دلوقتي عندي حاجه زياده زي ما شفنا في المثال اللي فات، ولكن عندي حاجه دلوقتي زياده ايه؟ موضوع الديبندس مع الاسynchronous بروجرامنج. ده بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ نفس الموضوع بالظبط. قلنا الديبندس ده بيعمل ايه؟ اللي انا ببصيله اي دي بتاع فيلد معين، وبقول له ان في حاله حصلت تشينج في الاي دي او في الفيلد اللي انا بسيطه لك ان الاي دي بتاعه كذا، ده بسيطه لك حصل اي تشينج، غير لي او عيد لي الموضوع ده من الاول تاني او اعمل ري ران تاني. مش فاهم؟ تعالى افهمك. دلوقتي انا عندي هنا، تعال بس هناخد سكيما فاليديشن دي كوبي عشان ايه بتلخبط في كتابتها. فدلوقتي زي ما انت شايف كده عندي تو انبوت، طبعا الايميل شغال وكل حاجه تمام، هنا لسه مش اي حاجه، ما عملتش ريجستر اصلا لليوزر نيم. فهنيجي هنا نقول له الفورم هاندلر دوت ريجستر، هباصي هنا اوبجكت في الاي دي بتاعك عباره عن ايه؟ بكل بساطه عباره عن اليوزر نيم، وطبعا ده مش من دماغي، لا اللي هو اليوزر نيم
الاي دي ده. وهنا هباصي هنا السكيما فاليديشن عباره عن array of a of method اللي هي البيلت ان فاليديتور اللي جايه من شادو فورم هاندلر. واقول له هنا ممكن اباصي مسج او ما اباصيش او اي حاجه، وممكن اباصي هنا كمان المين لينث، اقول له لازم يبقى 3، اقل ما يبقى اعلى فيما فوق، يعني 3 فيما فوق، ما يبقاش اقل من 3. وكده كل حاجه تمام. وهنا دلوقتي الحاجات دي اتطبقت على اليوزر نيم بتاعي والايميل برضو، كل حاجه تمام. ايه بقى موضوع الديبندنس ده بشكل افضل؟ دلوقتي تعالى نفتح الانسبكت ونشوف ايه اللي بيحصل. دلوقتي انا غيرت في الايميل حاجه، هو كل مره بيروح يشوف الايميل ده بتاعي موجود. في حاله ان هنا طبعا انا بقول لك بيسيميوليت الموضوع ده مش حقيقي، ده بيحصل كده كل مره ريسبونس دوت اوكي ده تبعت لي فولس، فبالتالي هو شايف انه ده مش بيفاليد. تمام. فهو بيقول لي الايميل ده اوريدي تيكن. طب في حاله بقى ان ده حقيقي فعلا، وانا عندي في الريكويرمنتس بتاعتي اللي انا عايز ان الديبند ده او الايميل ده معتمد على اليوزر نيم. يعني ايه معتمد على اليوزر نيم؟ تعال نبص تاني هنا. لو انا غيرت في اليوزر نيم هل هيحصل اي حاجه؟ هل الفانكشن دي هتتعمل لها ري ران؟ الفاليديت ده يتعمل له ري ران بتاع الايميل؟ لا طبعا. حلو. ولكن لو انا جيت هنا قلت له الديبندس يوزر نيم، فده معناه لو انا غيرت اي حاجه في اليوزر نيم، يعني مثلا كتبت الايميل اهو ورحت غيرت اي حاجه في اليوزر نيم، ايه اللي حصل دلوقتي؟ كل مره عمل ري ران تاني من اول وجديد. كل مره عمل ايه؟ ري ران تاني من اول وجديد اهو. طيب لو لغيت الديبندس وجيت هنا فتحت الانسبكت ايميل، جيت غيرت في اليوزر نيم ولا اكن اي حاجه حصلت. ليه؟ عشان ده معتمد على ده. كده فهمت موضوع الديبندس ده. دلوقتي بقى هنبدا نتكلم على الكاستم هوكس. بكل بساطه تعالى بقى نشوف الهوك سيستم بتاعنا وازاي نقدر نستفاد بيه. دلوقتي انا عندي فانكشن اسمها اد هوكس، بجيبها من الفورم هاندلر دوت اد هوكس. زي ما انت شايف كده عباره عن ميثود تاخد هنا اوبجكت. ببص اول حاجه طبعا البي 4 فاليديت. ممكن ابص اللي انا عايزه، بس انا عشان اعمل لك عليهم امثله كلهم يعني تمام. يعني ممكن ابصي اي واحد من دول زي ما انا عايز. تمام. فانا اقول له هنا بيفور فاليديت. وبيفور فاليديت دي عباره عن ايه؟ عباره عن ميثود بتاخد هنا الفيلدز بتاعتك وبتعمل عليها اللي انت عايزه. فانا في الحاله بتاعتي اقول له console دوت log، اقول له هنا بيفور وهنا اعرض لي الفيلدز بتاعتك، الفيلدز. وعندي هنا هاخد نفس الموضوع بس ده افتر validate. طبعا هنا في كوما وهنا after. وهنا طبعا والفاليو بقى بتتغير on value change. تاخد هنا الفيلد اللي بتغير الفيلد نفسه والفيلدز المختلفة، سواء عايز ابصيها او لا انا حر. الفيلدز المختلفة. وهنا واللي وفي الكونسول دوت لوج اعرض لي فيلد تشينج ويعرض لي الفيلد. تمام. كده كل حاجه زي الفل، ما عنديش اي مشكله. هنا في المثال كاتب لك يعني مسج يعني حقيقيه اكتر من كده، بقول لك about to validate field before validate. هنا بعد ما بيفيلد بيطلع لك رساله ما وهكذا. وده بعد ما الفاليديشن بيتعمل له completed وهكذا. تمام. هنا الرساله تعريفيه احسن يعني، بس ما علينا، احنا هنا جايين نجرب الليله ماشيه ازاي. فاجي هنا في الكونسول زي ما انت شايف كده. دلوقتي لو انا عملت سبميت، اللي حصل قال لي بيفور. تمام. إيه اللي حصل وافتر؟ بيفور الفاليديشن بتاعي قال لي الانبوتس قبل ما بعت لي الانبوتس بتاعتي قبل ما تعمل لها بيفور، يعني قبل ما تعمل لها فاليديت بعتها لي. تمام. افتر طبعا بعد ما تعمل لها فاليديت. حلو. طب لو الاون فاليو تشينج، لو انا بغير حاجه هنا، ايه اللي هيحصل؟ طبيعي ان الفاليو تشينج ده مش لازم اعمل سبميت، هيطلع لي على طول دايركت. لو قلت له هنا يوزر نيم ده الفيلد تشينج، ده الفيلد بتاع اللي بتغير. لو قلت له هنا غير لي الايميل هيقول لي ده الايميل، ده الفيلد بتاع اللي بتغير. وطبعا مش محتاج اقول لك اللي انا ممكن اجي هنا بكل بساطه اقول له اعرض لي بس الفاليو اللي بتتغير. فانا اقول له فيلد دوت الفاليو، اقدر اكسس كل حاجه جوه الفيلد بتاعتي. اجي اقول له في الانسبكت مثلا الايميل زي ما انت شايف كده فيلد تشينج اس، فيلد تشينج اس مش عارف ايه دي الفاليو اللي كل مره بتتغير، عشان لو انت عايز تعمل ستيت معينه ايا كانت ده الفيلد. وبرضك اللي انا ممكن اعرض الفيلدز بتاعتي كلها. فانا اقول له
هيعرض لي الفيلدز بتاعتك كلها، كل ما يحصل اي تشينج في اي انبوت هيعرض لي الفيلدز بتاعتك كلها زي ما انت شايف كده. دول تو فيلدز اللي عندي، فلو انا عندي في الريكويرمنتس محتاج الموضوع ده اقدر اعمله بسهوله. كده عرفنا موضوع الاد هوكس وكل حاجه زي الفل وما عنديش مشكله. فدلوقتي هعمل ده كده، هشيله مش محتاجه في حاجه. ودلوقتي هنبص على موضوع الايرور ستايلنج زي ما انت شايف كده. دلوقتي الايرور ستايلنج ده بيقول لي ان انا اقدر اكستمايز ستايل خاص بيا انا. ازاي الموضوع ده؟ دلوقتي مش كان بيطلع لي الايرور دي بالاسود؟ انا دلوقتي مش عايزها بالاسود، امال عايزها باللون ايه؟ باللي انت عايزه يا باشا. هتيجي تعمل هنا تقول له الفورم هاندلر دوت set ايه set ايرور. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميثود زي ما انت شايف كده، بتبص اللي انت عايزه زي ما انت شايف set ايرور ستايلز. نسيت الاسم انا حتى، set ايرور ستايلز. هنا بتاخد الكالر، الفونت ستايل، ايا كان بقى النوع اللي انت عايز تبصيه، ايا كان الحاجه اللي انت ايه عايز تبصيها. هنا اكنك بتكتب سي اس اس عادي جدا. فانت بتبص هنا الكي، الكالر مثلا ريد، الفونت ستايل ايتاليك، الفونت ويت مش عارف ايه وهكذا. دلوقتي تعالى نشوف ده حصل ولا لا. هاجي اقول له هنا اليوزر نيم زي ما انت شايف كده، الايرور اللي تشينج ده حصل وكل حاجه زي الفل وما عنديش مشكله. طب ممكن حد يجي يقول لي دلوقتي طيب دلوقتي هو اصلا بيأكسس الايرور ده منين اصلا؟ فاقول لك حاجه سهله جدا دي عشان تبقى فاهم انت كل حاجه، ما تبقاش بتكتب كود وخلاص. دلوقتي لو انا شلت الحته دي كده وشلت الاي دي بتاع الاسبان ده وجيت اعمل كده ايرور، ايه اللي حصل؟ ولا عرض لي اي حاجه. فالايرور ده بتظهر بناء على ايه؟ بناء على الاسبان؟ لا طبعا، بناء على الاي دي اللي هو ايميل داش ايرور او يوزر نيم داش ايرور. يعني بناء على ايه؟ على الاي دي بتاع الانبوت داش ايرور. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ يعني مثلا ده لو يوزر نيم يبقى يوزر نيم داش ايرور، ممكن ما يبقاش سبان، ممكن يبقى اتش 1 عادي جدا، انت حر. اتش 1 تمام، انا ما عنديش مشكله يبقى ايه. تعالى نخليه هنا اتش 1. حلو، نعمل هنا ريفرش واكتب اللي انا عايزه، انا حر. فاهمني؟ اهم حاجه يكون ايه هنا؟ الاي دي، يوزر نيم ايرور، ايميل ايرور، باسورد ايرور وهكذا، عشان تبقى فاهم الدنيا دي ماشيه ازاي، ما تبقاش كده بتكتب وخلاص. دلوقتي بقى يا صديقي بعد ما عرفنا الايرور ستايلنج، تعالى بقى نشوف اليوزد اكزامبل بكل بساطه. دلوقتي انا عندي الفايل بتاع ال HTML، هاخده كده كوبي زي ما انت شايف كده، واروح هنا في ال HTML فاضي زي ما انت شايف، وهاجي هنا في الاندكس هاخده كوبي. وده مثال بيوضح اغلبيه الفانكشنز اللي موجوده في الباكج بتاعتنا. وهنا هعمل ريفرش. تمام، هتلاقي هنا الدنيا بايظه، محتاج ان انا استدعي الفايل بتاع السي اس اس ستايلز. تمام كده كل حاجه زي الفل، ما عنديش مشكله. تعالى بقى نشوف الفانكشنز اللي احنا ما اتكلمناش عليها دلوقتي. مثلا هنعمل هنا بوتن كمان، والبوتن ده هيبقى اسمه ريسيت فورم. زي ما انت شايف كده هقول له هنا ريسيت فورم، ريسيت فورم، وهاجي هنا اقول له الاي دي. لما اجي هنا، تعالى بس ناخدها كده كوبي، اقول لك انا بعمل ايه دلوقتي. ريسيت فورم، كليك فيلد اي دي. الريسيت فورم بتاعتي عباره عن فانكشن اسمها ريسيت. طيب ريسيت فورم، تعالى اوريك الفانكشن دي موجوده فين عندنا في الدوكيومنتيشن بتاعتنا. هتلاقي هنا في فانكشن اسمها ريسيت فورم زي ما انت شايف كده. مجرد ما انا استدعيها بتعمل ريسيت للفورم فيلدز ان ايرورز بتاعتي. فانا هاجي هنا بكل بساطه في الريسيت فورم زي ما انت شايف كده، كل حاجه تمام، ما عنديش اي مشكله. تعال نتاكد ان الاي دي صح، البوتون اللي انا ضغطت عليه تمام كده. دي اغلبيه الحاجه الميثودز اللي موجوده عندنا زي ما انت شايف كده. وهنا في عندي submit remove user name add description field و reset form. دلوقتي خلينا اول حاجه نجرب الريسيت فورم دي. عندي هنا هعمل هنا بيانات، وهخلي مثلا عندي هنا ايرورز. مثلا اعمل submit دلوقتي في ايرورز وفي فيلدز موجوده فيها فاليو. لو ضغطت على الريسيت فورم دي دلوقتي المفروض ايه اللي يحصل؟ كل حاجه رجعت زي الاول تاني، اكن الفورم من اول وجديد. فده طبعا مهم جدا. جميل جدا، حلو.
دلوقتي بقى ايه، احنا جربنا موضوع الفانكشن اللي بتريست الفورم. حلو، نيجي بقى لموضوع الاد ديسكريبشن فيلد والريموف يوزر نيم. دلوقتي انا قلت لك ان انا عندي فانكشن اسمها اد فيلد، وعندي فانكشن بتريموف الفيلد ده، ايا كان الفيلد اللي انت عايز تعمل له ريموف، وايا كان الفيلد اللي انت عايز تعمل له اد. فانا اما اضغط على اد فيلد دي، اد ديسكريبشن فيلد، اللي بيحصل هنا، ببعت له هنا في بشغل الفانكشن اللي اسمها اد فيلد دي. اد فيلد دي بتاخد ايه؟ بتاخد الكونتينر اي دي اللي هو الماي فورم بتاعتك، وبتاخد الفيلد اي دي الديسكريبشن اللي انت عايز تبصيه، وبتاخد الليبل تكست، التكست اللي هيبقى موجود في الليبل، والريجستر هنا. اما انت فاكر لما كنا بنسيت بنعمل ريجستر لاي انبوت زي دي كده عشان نقدر نهندل الموضوع الايرورز بتاعته، بنفس الحاجه بالظبط، بنبعت هنا الاي دي. وطبعا مش محتاج تبعت الاي دي تاني، انا كده كده بعمل له كوبي من الفيلد اي دي اللي انت بعته. الانيشال فاليو فاضيه، السكيما فاليديشن لو انت عايز تعمل له سكيم تستخدم بيلت ان فاليديتورز، او لو انت عايز تعمل كاستم فاليديشن براحتك، كل حاجه زي الفل. موضوع البوزيشن والديسيبل اي دي الحاجتين اللي احنا اول مره ممكن تشوفهم خالص، فانا اعمل لهم كومنت ومش محتاجهم في حاجه دلوقتي. وهاجي هنا في الاد ديسكريبشن فيلد، هضغط دلوقتي، المفروض ايه اللي يحصل؟ يضيف لي انبوت يكون معتمد على الايروز كمان اللي انا مبصيها. فانا اقول له اد ديسكريبشن فيلد، ضاف لي فعلا ديسكريبشن زي ما انت شايف كده، خلي بالك ان هو ضافه لي تحت خالص. تمام، واجي انا اقول له مثلا ده لازم، بيقول لي لازم يكون ريكوايرد، فمعناها هنا لو انا مسحت هيقول لي لازم يكون ريكوايرد. هنا لازم تكون اللينث مش اكبر من 10 زي ما انت شايف كده. كده الايرورز شغاله، كل حاجه تمام. ولكن ايه المشكله دلوقتي؟ الديسكريبشن فيلد لسه اقدر اضغط عليه، بس خدت بالك ما بيضيفش ديسكريبشن فيلد تاني. ليه ما بيضيفش؟ ده طبعا بديهي، دي حاجه انا مهندلها وراء الكواليس، ان انت ما ينفعش تضيف ديسكريبشن فيلد كمان عشان اوريدي في ديسكريبشن موجود، فمعناه ان انت ضفت في الدوم اتنين بنفس الاي دي. طبعا دي مشكله، وورنينج هيظهر لك في الدوم، ما ينفعش طبعا. فبالتالي مش هينفع يضيف هنا. ويفضل تعمل ايه؟ تعرف اليوزر ان ما ينفعش يضغط على اد ديسكريبشن فيلد كمان. طب هتعرفه ازاي؟ هل انت بقى هتروح تعمل للانبوت تجيب وبقى البوتون ده وبعد كده تعمل ديسيبل ده بناء على الستيت اللي جايه والحوارات دي كلها؟ لا، انت مش هتعمل كل ده، انت زي الباشا، انت هتبص لي بس الديسيبل اي دي هنا، البروب دي، وهتبص لي فيها الاد ديسكريبشن اللي هو الاي دي بتاع البوتون. في الحاله دي لو عملت اد ديسكريبشن فيلد، اللي حصل ضفت الديسكريبشن، ولكن دلوقتي البوتون بقى ديسيبلد، فمش هقدر اضغط عليه. جميل جدا وزي الفل. دلوقتي عندي ايه كمان؟ زي ما انت شايف كده البوزيشن 3. يعني ايه بوزيشن 3؟ بكل بساطه مكان ال الانبوت بتاعي يبقى فين. يعني انا عايزه مثلا بعد اليوزر نيم هنا، فهقول له بوزيشن 3 عشان 0 1 2 3. تمام، فانا اقول له هنا اد ديسكريبشن فيلد، زي ما انت شايف كده اتضاف فعلا هنا، وفعلا الايرورز لسه عليه وكل حاجه تمام، مفيش مشكله. جميل جدا. ده بالنسبه للمكان ده. طبعا لو قلت له رقم 4 هيضاف رقم 4 وهكذا، زي ما انت شايف هيتضاف هنا. ولو قلت له هنا توب هيتضاف اول حاجه الديسكريبشن فيلد، اول حاجه فوق. ولو قلت له طبعا بوتوم هيتضاف تحت خالص، او ده الديفولت فاليو اللي هو بوتوم. جميل جدا، ما عنديش مشكله. ده موضوع الاد فيلد عموما، وانت كده فهمته بالتفصيل. دلوقتي بقى تعالى نعرف مع بعض ايه الريموف فيلد دي فانكشن ببصلها الفيلد اي دي اللي هو اليوزر نيم والديسيبلد اي دي عشان يخليه لي ديسيبلد بعد ما اعمل ريموف. وهنا طبعا ده فانيلا جافا سكريبت، بقول له اما تضغط على البوتون اللي الاي دي بتاعه كذا. تمام، تعالى بقى نجرب الريموف فيلد دي. وخلي بالك ان في حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها، فانا هعمل هنا انسبكت عشان تتابع معايا. هنا في اليوزر نيم ده الديف اللي جواه الليبل والانبوت والسبان. لو انت بتضغط على ريموف يوزر نيم فيلد، ايه اللي بيحصل؟ هل بيمسح الانبوت بس وبيسيب الليبل والكلام ده والسبان بتاعته؟ لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش كده، انا كده بهزر. في حاله ان ما فيش جوه الديف دي حاجه مهمه، حاجه مهمه، هيمسح لي الديف دي نفسها. شوف كده ريموف يوزر نيم فيلد، زي ما انت شايف مسحها لي نفسها، كل الحاجات اللي فيها ما بقتش موجوده زي ما انت شايف كده. طب في حاله كده الديفج اللي هو الانبوت اتشال، الليبل اتشال، والسبان بتاعت الايرور اتشالت. يعني هو ما بيشيلش بس الايه الانبوت او ويسيب الليبل ويسيب الحاجات في الدوم مالهاش لازمه. طيب في حاله ان جوه الديف ده، في حاله ان جوه اليوزر نيم دي الديف دي مثلا هنا في تكست اريا، زي ما انت شايف كده هنا مثلا في تكست اريا. لا انا كده عملت فين في اللاست نيم، معلش. هنا في تكست اريا مثلا، في هنا سيلكت، الحاجات دي موجوده برضو هنا. انت قلقان دلوقتي لما تستخدم الريموف يوزر نيم، قلقان لا هو يمسح الديف ده ويشيل كل حاجه.
فاقول لك ما تقلقش يا صديقي، هقول له ريموف يوزر نيم فيلد. اللي حصل مسح لك ايه بقى؟ ركز معايا. مسح لك الانبوت، الليبل الخاص بالانبوت، خلي بالك الليبل الخاص بالانبوت، ومسح لك السبان اللي هي كانت بتشو الايرورز. فما تقلقش، انا مهندل لك الدنيا دي برضك وما تبقاش عندك مشكله، وكل حاجه زي الفل. كده اظن انك فهمت الدنيا ماشيه ازاي ان شاء الله، وكده ما عندكش مشكله. في حاله في حاله انك عندك مشكله ما، اكتب لي في الكومنتس ان شاء الله وهرد عليك وافهمك الحته دي بتتهندل ازاي. وفي حاله انك عايز فيتشر قدام، اكتبها لي في الكومنتس، وباذن الله في ابديت جايه كتيره احط الفيتشر بتاعتك في الحسبان، وباذن الله نظبطها مع بعض. وكمان لو انت عايز تكونتريبيوت في الباكج بتاعتي، تقدر انك تكونتريبيوت عادي جدا، هي اوريدي اوبن سورس. وهنا بقى في ايه بيست براكتس انا سايبها لك عشان تقدر تتعامل معاها، والتربل شوتنج عشان لو بيقابلك ايرور ممكن تبص عليه عشان تخش تشوف انت الدوكيومنت بنفسك وما تحسش ان الموضوع صعب. وطبعا ابقى اقرا الفايل بتاع اللايسنس، هنا هتلاقيه موجود زي ما انت شايف كده. سايب لك بس الحاجه بتاعتي والحقوق الملكيه والكلام الجميل ده كله. وبس كده يا صديقي، كده انت تكون فهمت الدنيا ماشيه ازاي. لو انت عايز تبص على الكور كومبوننت زي ما انت شايف كده، في حاجات ما استخدمناهاش زي الجيت فاليوز، انك تقدر بتريترن كل الفاليوز الخاصه بيك عن طريق جيت فاليوز ميثود. هنا الاد كاستم ايفن لاسنر، بنقدر ان احنا نضيف برضو ايفن لاسنر وهكذا. بص انت على الدوكيومنتيشن بقى تلاقي في حاجات تانية. حاول اللي انت تتعامل مع الباكج دي، ان شاء الله توفر عليك وقت كبير جدا والموضوع يبقى سهل وبسيط. لو انت وصلت لحد هنا من الفيديو، ما تنساش انك تدعمني بدعوة حلوة، عشان ان شاء الله ربنا يثبتني وافضل مستمر واعمل فيديوهات اكتر ليك واقدر اعمل حاجات اكتر زي ما انتوا عايزين. ولو انت عايز تدعمني ماديا عشان اقدر استمر برضك، فتقدر تدعمني عن طريق بيبال او انك تنتسب في القناة. الموضوع بسيط ان شاء الله. والمسجز بتاعتي مفتوحه على فيسبوك او على لينكد ان، عايز تتواصل معايا في اي حاجه، عايز تبعت لي حاجه، ان شاء الله نتواصل مع بعض هناك وارد عليك كل حاجه تبقى تمام. وانا اتاخرت عليك في الرد اعذرني، بيبقى عندي ضغط مسج وانا لسه في الجيش يعني، بصور الفيديو ده وانا في اجازه، مش بحكي لك مشاكلي والله، بس انا بحاول جاهدا اللي انا في الوقت اللي انا برتاح حتى اعمل لك حاجه ليك انت. فما تنسانيش في دعوه حلوه وتدعي لنا ربنا يثبتني عشان اقدر استمر في الحاجه دي. وبس كده يا صديقي، اللايك بتاعك بيفرق، الكومنت الجميل بتاعك بيفرق، الشير اللي انت بتعمله بيفرق جدا عشان الريتش بتاع القناه نازل في الارض. وما تزعلش لو طولت عليك، كل ده انا بعمله عشان ايسر لك الدنيا وهندل لك الدنيا، حتى لو الدنيا واضحه مش محتاجه فيديو، بس انا برضو بعمل اللي عليا قدر الامكان. فما تنساش انك تدعمني سواء ماديا او بدعوه حلوه او عن طريق اللايك وكومنت او اي حاجه منك كويسه يا صديقي. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفك في فيديو جديد وكورس جديد وباكج جديده ان شاء الله. وبس كده، في رعايه الله، مع السلامه.